العفو ان انا اقول يا رب انا مسامحه ابتغاء وجهك، تجاوز عن الاساءه، اقول يا رب انا فوضت امري ليك خد لي حقي. انا هنا ما عفتش، انا هنا فوضت الامر لله في اخذ الحق. لكن العفو يا رب ربنا يقول لي اخد لك حقك ولا مسامحه؟ مسامحه. في عقاب الهي؟ لا انا مسامحه مش عايزه حاجه. ما هو حسبي الله ونعم الوكيل دي مشروعه. اللي يتعرض لمظلمه الله يعلم ان قلبه موجوع، ربنا يعلم ان الانسان ده ما بينامش الليل، يعلم سبحانه وتعالى ان دموعه على خده وهو فعلا متألم نفسيا، ويقدر يدعي عليه ويحسبن ويقدر ده كله، وربنا سبحانه وتعالى مشرع له ده. ولكن مع كل الألم النفسي ده لما الإنسان يوصل لمعية وثقة في الله ورضا وقبول، العفو في حد ذاته يبقى دلالة على إن صاحبه شايف كرم الله وجبر الله وشايف النعمة. أنا شفت من ربنا جبر وتعويض وحاجات حلوة كتير خلتني أنسى أصلا إن أنا اتظلمت في حاجة، ربنا اداني حاجات عوضتني عن الألم النفسي اللي حصل لي هنا، فخلاص يا رب أنا عفيت. ففيها معنى كبير جدا الله يقدره. معنى العفو اللي لما بيوصل الإنسان للمنزلة دي أصلا بيبقى عنده من الرضا والقبول، الرضا عن الله، العوض والجبر والفرحة والسرور والسكينة من اتجاه تاني بس مساوية لده أو أكتر منها بكتير، لدرجة إن أنت تقولي يا رب أنا من كتر الجبر والعطاء أنا مش عايزة الحتة دي، أنا عافيت عنه ولسوف يعطيك ربك فترضى. مش شرط الحتة دي، أصل فلان ده وجعني، وجعك الله يعلم هيديكي رضا في حتة تاني وهيعوضك في حتة تاني، شوفيها بقى. عشان كده اللي بيعفو بيبقى شايف نعم ربنا، فربنا يقدر ده. عايزين نفرق ما بين العفو الشخصي والعقاب العام، بمعنى وده كان منهج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج القرآن الكريم. منهج القرآن الكريم اللي بيقول لنا دايما العفو والتسامح، ويمدح في المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والقرآن الكريم هو اللي قال لنا ومدح المؤمنين كده، قال لنا في حاجات تانية لا ما فيهاش عفو، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ومش بس كده، ده في آخر الآية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني هنا في عفو وهنا في قصاص، ما ينفعش. في حاجات لازم نعفو فيها وفي حاجات لازم ناخد فيها القصاص عشان الحياة تستقيم والعدل الإلهي والمجتمع يبقى مجتمع متوازن. وده كان منهج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللي تقول لنا عنه السيدة عائشة، تقول لنا أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا النبي كان اتأذى، تتعرض لسحر، اتعرض لسم، واحدة حطت له السم في الطعام ومع ذلك يسامحها سيدنا النبي. ولكن واحد تاني يسيء للمجتمع كله زي أبو رافع عبد الله بن أبي الحقيق، واحد يحرض على المسلمين ويحرض على تكوين الأحزاب ضد المسلمين في غزوة الخندق، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتله. واحد يأمر بقتله وواحد لا، سيدنا النبي يسامحه تماما. الحكاية في العفو لابد أن يكون في إصلاح ولابد أن يكون في استقامة للمجتمع كله. سيدنا النبي لا ينتقم لنفسه قط، لكن تنتهك حرمة من حرمات الله، لكن يكون في تحريض على المجتمع كله، سيدنا النبي لا يقبل ده. فإذا العفو برضو منضبط بشروط ومنضبط بقيم. لو هيختل المجتمع بسبب العفو لا، ده غير مقبول. القرآن اللي بيقول لنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هو نفس كلام الله سبحانه وتعالى، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى هنا في توازن، تحقيق التوازن. نفس الكلام في نفس الإنسان بقى. أنا ممكن أعفو عن إنسان عمل معايا حاجة مش حلوة وأذاني في شيء ما شخصي، ولكن هيأذي المجتمع أو هيتمادى في ظلمه أو اللي عمله معايا ده هيعمله مع ناس تانية، لا، أنا يكون عندي حكمة واتزان ويعني أوزن الأمور. حاجة في شخصي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورب العالمين يدينا منهج في التعامل مع الناس، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خلاص يعني الدنيا ما بتقف، مش هنقف لبعض على الواحدة، زعلتني أذاني ضايقتني عمل، ادفع بالتي هي أحسن. خلاص أصلها اتكلمت عني، أصله قال كذا، ادفع بالتي هي أحسن، اعمل نفسك مش واخد بالك. أحيانا كتير بنحتاج للتغافل وإحنا بشر.